العالم عن المرأة الصحراوية في مخيمات تندوف اللي في الجزائر أنها عايشة في عصر من الويل، والسبب في السياسة البوليزاريو اللي داعية لكثرة الولد والغياب ومانعين العلايات عنهم يعملوا مسائل ضد الحمل ومارسينها لا للولدة. وهذه السياسة ما هي من اليوم، عاد لها منين اختارت البوليزاريو أرض الجزائر بعيد عن أرض الساقية الحمراء وواد الذهب باش يعيشوا فيها الصحراويين. لغير قيادة البوليزاريو اللي تفرق كثرة الولدة ما تعطي مواد غذائية كافية للتركة، ومال الرعاية الصحية ضعيفة قبالة، من اللي يجعل العلايات تتقرص بهذه الحمادة الشينة لا تقد تلبي حاجات أولادها. يهلي شغلة ما هي خالقة ورجلي كامل محبوس في يدين البوليساريو، وهي اللي تقول منه اللي نختار المواد ومنه اللي سنقطع عنه اللي عاطينها المنظمات الدولية معاونين فيها. وهذه السياسة حبست فيها البوليساريو والناس في المخيم، اللي يشيل اللي يعود عنده سن القراية يقبض له ويرسل القراية بعيد عنه، اللي يجعل الناس ما تقدر تمشي عن المخيم لين ما خالقهم في الدنيا تقدر تهرب من هذه الحبس وتخلي تركتها للديار. ونحن اليوم نطلبوا من الولايات المتحدة الأمريكية أمثل دولة في العالم أنها تنقذنا من هذا الحبس وهذا التمرميد، وعنها تضغط على البوليساريو باش نقدر